السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. النهاردة هنعمل المحشي في الاستانلس. للناس اللي بتخاف تعمل المحشي وبتسألني هو مش بيلزق؟ طب مش بيشيط؟ بيعمل قعر؟ تعالى اوريكي ولا واحدة لازقة فيه. بس تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفوا الخطوات بالظبط. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اتمنى اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. بصوا، هنبتدي اول حاجه. انا مش بحب احمر البصله على النار، بس طبعا في ناس كتير بتحب تعملها، دي حريه شخصيه. انا بحب البصله تبقى نيه وادعكها بالملح والفلفل كويس جدا. لكن الصلصه تمام، انا بديها تغلي كده على النار شويه عشان تخف من السوائل بتاعتها وما تبقاش الخلطه فيها سوائل كتير. خرجنا الخضره بتاعتنا وكله تمام. هنبتدي ان نغسل الرز بتاعنا ونصفيه كويس جدا وننزل بيه على الخلطه بتاعتنا اللي هي خلطه المحشي، الخضره والبصل والطماطم بتاعتنا. حطينا فلفل اسمر والملح بتاعنا. انا ما بحطش لا بهارات محشي ولا اي حاجه، الحاجات دي كلها حريه شخصيه يا جماعه. تقدري تحطي اي بهارات انت حباها وبتحبيها في طعم المحشي. انا بحب المحشي بطعمه هو كده، بيبقى حلو قوي بالنسبه لي ومرضي جدا. قلبت الخلطه بتاعتي كويس وهجيب بوله هقسم الخلطه لجزئين. طب ليه؟ او انا هعمل محشي كرنب وهنعمل محشي ورق العنب. محشي ورق العنب انا لسه هضيف له دبس رمان وسماق او سماق، يعني على حسب ما تتقال. جبت بقى ايه الطاسه بتاعتي الستانلس زي ما انتم شايفين، دهنتها دهن الزيت وهقطع طرنشات بصل تكون سميكه شويه مش تخينه قوي، طرنشات بالطريقه دي. وهنبتدي نقطع الورق بتاعنا الكرنب علشان نبتدي نحشيه. في بقى هنا معلومه حلوه قوي عايزه اقول لكم عليها. ورق الكرنب لما هنيجي نقطعه لقطع علشان يتلف، تخلي العروق بتاعه الكرنبايه بالعرض قصاد منك، تكون جايه بالعرض مش بالطول. هوريكم بصوا ازاي هتبقى جايه كده. انا مش هلفها بالطول. بصوا شايفين الخطوط ديت اهي؟ شايفين الخطوط اللي في الورقه ديت؟ تلفي ان هي تكون جايه قدام منك بالعرض وتقطعي، بحيث لما هتقطعي ورقه ورقه وانت بتحشيها الخطوط بتاعه ورقه الكرنب تبقى جايه معاكي بالعرض مش بالطول، علشان تتلف معاكي بطريقه سهله. لو جبتي كرومبايه اللي بيبقى كلها عروق دي هتعرفي تلفيها بمنتهى السهوله بالطريقه دي، وبتبقى طعمها مسكر وتحفه. انا عن نفسي بحب اشتري الكرومبايه اللي فيها العروق، بتدي طعم وتسكيره كده حلو قوي. فدايما تخلي العروق جايه معاكي بالعرض مش بالطول. وهنبتدي هنا نلف الورق بتاعنا. بصوا بقى، علشان الورق العنب عامه في ألمونيا في ستانلس في اي حاجه ما يلزقش معاكي، تلفيه بالطريقه دي تخلي الصباع جاي بالطول مش بعرض يعني ما يبقاش متلامس للحافه بتاعه الحاجه، الحله اللي انت بتشتغلي فيها، يبقى جاي زي ما شايفينها كده بالطول. قلب الحشو من جوه بقى بالعرض بالطول زي ما انت حابه، لكن جوانب الحله كلها تخلي الصباع يبقى واقف بالطول في كل الدرجات بتاعه الرصه، تخليه في الطول. وبعد كده انا بص عملته كده، اخر واحده دي بس اللي عملتها كده جايه بالعرض. وبعد بعد الصوابع عن جدار الحله. تمام. هنبتدي بقى هنا، انا خلصت خلاص الكرنب بتاعي، هبتدي بحضر ورق العنب. انا جبت هنا لحمه قلت له انا عايزاها بفتيك بس تكون سميكه شويه مش تخينه، وهبتدي اشوحها على النار، هديها 3/4 تسويه. تمام. هحطها كده الاول في شويه سمنه، طبعا بلدي اهم حاجه، يعني مش هو طبعا مش لازم تكون بلدي بس لو موجود عندك بلدي يستحب، بتدي نكهه تحفه. لكن حضرتك ممكن تستخدمي اي نوع اقدام حتى لو زيت مفيش مشكله. هنبتدي نديها الصدمه بتاعتها ونحطها على النار، وهنديها رشه فلفل اسمر بس من غير ملح، وهغطي عليها. وهديها بقى ايه من وقت للتاني كده اشوفها استوت ولا لسه هديها شويه ميه صغيرين وهسيبها. انا عايزاها تخش في ال3/4 تسويه علشان الربع اللي فاضل فيها من التسويه يبتدي ياخد معايا في تسويه المحشي. هنيجي بقى لحشي ورق العنب. حطيت معلقتين كبار من دبس الرمان، وهحط معلقه من السماق او سماق على حسب ما بتسموه، وهديها التقليبه وهبتدي احشي. بالنسبه للبنات زي بنتي كده ما بعرفوش يحشوا ورق العنب بالذات، طريقه حلوه جدا لحشو ورق العنب وسهله. لو اول مره هتمسكي ورقه عنب هتعرفي تلفيها باحكام، مفيش حبات رز باينه فيها وممتازه. هتجيبي كده الترابيزه بتاعتك تكون نضيفه، تحطي طبق قدام منك او البلانش اللي بتشتغلي عليها، وهتجيبي ورقه العنب هتترص. ورق العنب زي المحشي بالظبط، ليه وش وظهر، ورق يعني زي الكرنب ليه وش وظهر. الوش بتاعه اللي هو ايه العروق الخشنه دي اللي انا هحط عليها الرز.
الناحيه الناعمه اللي هتبقى هي الناحيه الخارجيه اللي ملفوف منها الصباع. واضحه الفكره؟ هنفردها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهحط فيها كميه الرز بتاعتي، وهجيب الحروف على قدام والجناب اطبقها، وابتدي ابرم ورقه العنب. وضحت؟ حلوه وسهله جدا في منتهى البساطه. نعمل بقى كذا واحده قدام منكم علشان تشوفوا الطريقه. الناحيه الناعمه اللي هتبقى الناحيه الخارجيه اللي منفوفه فيها ورقه العنب، العروق الخشنه اللي بارزه دي هي اللي هيتحط عليها الرز. نخلي بالنا من النقطه دي يا بنات، علشان بتختلف في الشكل كتير جدا جدا جدا. بالطريقه دي سهله ازاي؟ دي طريقه سهله جدا لاول مره تحشي فيها ورق العنب، هيطلع معاكي في منتهى السهوله، وهضمن لك مفيش ولا ورقه هيبان منها رز. بصوا بقى، عيدين ورق العنب انا غسلتها كويس جدا بالميه والخل وشطفتها، وهبتدي ارصها في قعريه الحله بتاعتي، وهجيب شرايح بصل كده احطها عليه، وابتدي انزل باللحمه بتاعتي ارصها فيه، وارص بقى الورق بتاعي. طب انت كده حاطه قعريه كتير تحت؟ انا حاطه قعريه كتير علشان اللحمه كمان، ما تنسوش اللحمه مش بتستحمل كمان، ممكن تلزق بسرعه، دي حاجه. تاني حاجه، انا عامله حسابي اني جايبه حله كبيره شويه علشان تاخد معايا الكميه كلها. رصينا اللحمه، وبرده بصوا بالطريقه ديت بقى هنرص ورق العنب بتاعنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بالصوابع كده مطوله مطوله. وبعدين القلب بقى اللي من جوه، الدايره اللي هتبقى من جوه ما بين الصوابع دي، حطيها باي طريقه، عايزاها بالعرض بالطول منعكشه، مفيش مشكله، مش هيجرى لها حاجه. والطريقه دي كمان حلوه جدا، بتمتص الميه بسهوله، مفيش ميه بتقف في ناحيه وناحيه، لان اوقات بترصي رصه الحله تحس ان في جزء فيها مش عايز تشرب الميه بتاعته. لكن الميه دي، الطريقه ديت سهله جدا وحلوه، وعايزه اقول لكم مفيش حبايه رز كانت باينه في الحله، بجد ممتازه. اتمنى تجربوها علشان تشوفوا الطريقه بتاعتكم. ولو اول مره يا بنوته تعملي محشي، اضمن لك هتعملي محشي بمنتهى الاحترافيه، وسهل جدا جدا، مفيهوش اي تعقيدات، ومش صعب على فكره، مش هياخد منك وقت كمان كتير. انا هنا خلاص هبتدي بقى ارص الحله بتاعتي. انا حبيت اوريكم الجزئيه دي كلها عشان بصوا انا جايبه الحله كلها، الجناب كلها طالعه معايا بالطول، شايفين؟ جناب الحله كلها تبقى بالطول. وفي قلب القلب بقى اللي من جوه ده، اعمليه الطريقه اللي حضرتك حبيها، مفيش مشكله. انا خلصت الكميه بتاعتي كلها بالطريقه دي، وهبتدي احطها على النار، واحط الشوربه بتاعتي. الشوربه تكون تحت اول رئه من فوق، تكون من تحتيها مش مغطياها عشان ما يطلعش معجن معاكي. ونحط طبق كده عليها عشان يبقى حاكم الرصه، ونغطيها ونحطها على النار تاني. تمام. وهعمل برضو المحشي زي ما انتوا شايفينه جوه هناك اهوت، وهحط برضو كده ونهز الحله هزه كده خفيفه، علشان هتلاقي الميه ما تبقاش واقفه في ناحيه وناحيه، لا تتشرب كلها. وبرضو نحطه عليها طبق ونغطيها بالغطا بتاعها، ونولع النار ونسيبها لحد ما تغلي. هتغلي كده، نسيبها تغلي لمده 5 دقايق على النار، وبعدين نهدي النار خالص ونسيبها تستوي على مهلها. ودي بقى كانت النتيجه. بصوا حتى عروق الورق العنب مش ملزوقه في الحله، بجد تسويه تحفه تحفه تحفه. اتمنى تجربوه، ما تخافوش يا جماعه، تابعوا الحاجه وراقبوها. وطول ما النار بتاعتكم تبقى هاديه على الاكل، في خصوصا الاستانلس، عمره ما هيشيط منك ولا يتحرق ولا يعمل قعريه ولا اي حاجه. ده كان فيديو النهارده، فيديو لذيذ وطعم وحلو، اتمنى تجربوه. لو لسه ما اشتركتيش في القناه، شرفيني بالاشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وسامحوني لو صوتي تعبان شويه لاني داخله على دور برد. دعواتكم ليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف هنا وشفا يا رب على قلوبكم.